ايه رأيكم بقى النهارده نعمله مع بعض احلى طبق كشري؟ قال ايه طبق الكشري ب20 جنيه وما يكفوش عيل صغير. يلا بينا بقى نعمل الكشري بكل تكات المحلات ونشوفوا معانا ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا لي في القناة. هنا بقى انا معايا حوالي 3 بصلات حلوين جدا على كمية الكشري اللي انا هعملها. البصل غالي، كيلو ب25 جنيه، نوفره فيه شوية. قطعته زي ما انتوا شايفين كده بالطول، ورشيت عليه رشة ملح. دي اول تكة من تكات الكشري، رشة ملح صغيرة كده. وحاولت ان انا اخلي حلقات البصل كده ايه، مش لازقه ببعضيها. سبت بقى البصل ودخلنا ايه، نبدأ بسم الله ونعمله ايه احلى صلصة كشري. بجد بجد وهم ريحتها جبارة. هنا نزلت بمعلقتين زيت قدحتهم. هنا بقى نزلت بالثوم. الثوم ده اللي كان دقيقهولي حازم ابني، ربنا يخلولي. هو كان دقه خشن بس من ايده زي العسل. تمام يا حبايبي، شجعوا بقى واكتبوا له تعليق حلو كده وقولوا له تسلم ايدك يا حزومه. الثوم بعد ما اصفر كده نزلت عليه بمعلقتين خل كده بقى وشمي احلى ريحه. بعد ما ريحه الخل كده ما ظهرت معانا نزلت عليهم ايه، بحوالي نص كيلو طماطم مضروبه ايه في الخلاط. وهننزل بقى عليها بالبهارات. معايا رشه شطه اختياري، لو عندك اطفال ممكن ما تحطهاش. رشه كمون، رشه كزبره، رشه فلفل اسمر، رشه ملح، رشه سكر. تمام يا حبايبي، هي دي توابل الصلصة اللي هتاخدي منها احلى واجمل صلصة. بجد بجد تحفة جبارة. تمام. هسيب بقى الصلصة هنا اول ما تغلي كام غلوة كده، هوطي عليها النار واسيبها تتسبك براحتها لغاية لما ايه، اخلص الكشري. هنا بقى كان معايا ايه، كنت بعمل ايه كوباية شاي، فانا قلت بالمرة طالما معايا مية سخنة تعالوا نعمله الدقة وبالمرة ايه تتعتق وتبقى طعمها جميل. انا هنا معايا معلقة التوم الحلوة. نزلت عليها بكمون وكزبرة وشطة وملح، ونزلت عليها بنص كوباية خل. تمام. التكة التانية من تكات صلصة الكشري المصري، هنا ما تنزليش بمية من الحنفية، هنا انزلي بنص كوباية او كوباية مية مغلية. تمام يا حبايبي، المية المغلية بتعتق كده ايه الدقة بتاعت الكشري وبتديله طعم حكاية حكاية حكاية، وجربوها وعلى ضمانتي. وبجد وبجد بتفرق جدا في الكشري. هتظبطي بقى ملحك زي ما انتوا شايفين كده، وهتغطوا الدقة بتاعتكم كده وهتسيبوها بقى ايه لغاية لما تخلصوا الكشري. هتلاقوا طعم التوم جميل كده مش ني كده ايه، وطعمه مش ظاهر في بقكم. هتلاقوا طعم الدقة الاصل بتاعت الكشري. تمام. بصوا هنا الصلصة بتاعت الكشري بسم الله ما شاء الله لونها جميل ازاي، ولسه النار عالية شوية وهوطي عليها. هنا بقى معايا ايه، ميه عشان نسلقوا فيها المكرونه. الحله بتاعتك لو الومنيوم زيك ما تنسيش ايه ترمي فيها نقطتين خل عشان ما تزرقش منك او تسود منك وتتعبك في الغسيل. هنا بقى مكرونه الكشري، اي مكرونه عندك، مكرونه قلم، مكرونه سوسته، مكرونه خواتم، اي نوع مكرونه عايزه تحطيه في الكشري مش هيقولك لا. هنا بقى كانت المكرونه بتاعتي خلصت، ومسكتها صفيتها في مصفى وعطيتها شطفه حلوه ومحترمه. ورحت بعديها سبتها تتصفى شويه من الميه بتاعتها، خدتها وحطيتها في الحله زي ما انتوا شايفين. رشيت عليها معلقتين زيت مش اكتر ولا اقل، وسبتها زي ما انتوا شايفين. الكشري سهل يا بنات جدا، يعني هو يعتبر كله في حله واحده زي ما انتوا شايفين. مفيش غير المكرونه اللي احنا خدنا حله، والباقي كله هيتحط في حله واحده. اسهل من كده مفيش. تحفه يا جماعه، وما تشتروش من بره. يعني انتي لما تجيبي طبق ب10 ولا 15 ولا ب20 جنيه، او فضلك ان انتي يعني تجيبي حبة حاجات ب50 جنيه، هتعملي كمية كشري محترمة. هتاكلي منها انتي وولادك وهتفرجي منها كمان. بجد. بصوا انا هنا كان عندي كمان نص كيس شعرية، رحت واخداه معلقتين زيت برضو من اللي انتوا شايفينه. وهتحمصي الشعرية هتديها لون ايه، بني غامق سنة. تمام. اللون البني الغامق سنة ده بيدي طعم جميل جدا في الرز كده بتاع الايه الكشري. تمام. انا كده ايه خدت اللون الشعريه اللي انا حباه. نزلت بحوالي كوبايه الا ربع عدس بجبه. كنت عامله ايه في العدس بجبه ده، مسكته نقيته وغسلته كويس ونقعته حوالي ايه ساعه في ميه بارده عادي من الحنفيه. تمام. بعد كده رجعت صفيته زي ما انتوا شايفين كده، ورحت عطياله بعد الشعريه ما اتحمصت. نزلت عليه حمصته وعطيته تقلبتين هو كمان، يشرب كده في الزيت ويشكشك ويبقى مية مية. تمام. وبعد كده رحت نازله بحوالي كوبايتين ونص رز مصري متنقي ومغسول ومتصفي زي ما انتوا شايفين. هتشوحي كده الرز مع الشعريه مع العدس شويه، وبعد كده بقى بعد ما تشوحي هتنزلي بايه بالملح بتاعك.
هتملحيه على حسب الحدق اللي انت بتحبيه، وهتيجي نازله عليه بالميه بتاعتك سواء بارده او سخنه، بس يا دوبك مغطيه عقله من الصباع. اول ما الرز بتاعك ما هيغلي ويتشرب هتوطي عليه النار شمعه وتسيبيه يتلدق. تمام. هنا بقى البصل زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، سبته ورحت جايبه بقى ده التكه التالته في البصل عشان يطلع لك البصل او الورد بقى الاصلي. تمام. نزلت عليه بمعلقتين دقيق ومعلقه نشا وقلبتهم كده زي ما انتوا شايفين كده، وفردتهم عن بعض كده، ورحت نازله عليهم بزيت غزير سخن. تمام يا حبايبي. وهتشوفوه دلوقتي وهتشوفوا لونه عامل ازاي. هنا بقى اخر حاجه الشطه بتاعت الكشري. بصوا البصل، بسم الله ما شاء الله. شرايح البصل بصوا متفرطه عن بعضيها، مقرمش ودهبي وتحفه تحفه تحفه تحفه. رشه الملح الصغيره اللي احنا عاطينها لها مطعمه البصل ومخليه حكايه. هنا بقى معايا الشطه بتاعت الكشري، اختياري، عايزه تعمليها اعمليها، مش عايزه تعمليها براحتك. خدت هي نقطه زيت واحده، نزلت عليها بمعلقه شطه كبيره، شوحتها لغايه لما شميت ريحه الشطه، طفيتها ب3 معالق صلصه من بتاعه الكشري اللي احنا كنا عاملينها. تمام يا حبايبي. وهنيجي بقى ايه، يعني لقيتها تقيله مش خفيفه، نزلت عليها بحوالي ربع كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين كده، ودقتها لقيتها عدبه فظبطت الملح ايه بتاعها. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ريحتها كانت وهم وجباره. لو عندك اطفال بلاش الحركه دي، علشان او ممكن تعملي لهم طبقهم وما تحطيش عليه شطه، عشان ايه الشطه ما تتعبهمش. حطيتوا لي اللايك يا سرحانه انت وهي، انزلوا حطوا لي اللايك. وبشكر كل حد كتب لي تعليق كويس وتعليق حلو. بشكر ان انا ليا اخوات عسلات وامارات زيكم بجد. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، ويخليكم ليا يا رب، ويجعلكم كده نعمه دايما في حياتنا كلنا. تشكروا على كل كلمه كتبتوها لي. هنا بقى هتحطي الكشري زي ما انت عايزه. انا حبيت احط في الطبق ده، يعني ايه، انا ولادي ما كانوش لسه جم من الدرس، فحبيت اقدمهم لكم ايه في الطبق ده. تمام. اما احنا ايه زي اي اسره مصريه عادليه كبيره كده كويسه، هنعمله طبق محترم وهنقعدوا كلنا على الطبليه ونقعدوا ايه نغبوا في الطبق. هنا بقى رحت ماسكه حاطه زي ما انتوا، رصيت رز، بعديها مكرونه، بعدها رز، حطيت بصل، حطيت صلصه، وحبيت بقى نحط لهم من ايه الصوصات دي كلها. اللي عايز بقى يحط دقه زياده، اللي عايز يحط شطه زياده، اللي عايز يحط بصل زياده، اللي عايز يحط صلصه زياده براحته. لو عجبكم بقى الكشري بتاعي ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشتركوا لي في القناه وتكتبوا لي تعليقات حلوه زيكم يا حبايبي اللي بتفرح قلبي. ربنا يفرح قلوبكم كلكم، ومع السلامه في فيديو جديد باذن الله.